الناس بتحسب او بتفتكر ان هولندا زمان كانت احسن من دلوقتي. طب تعالى احكي لك، انا كنت بشتغل 7 ساعات ب 20 يورو وكنت فرحان. تعالى اقول لك ليه. اول شغلانه اشتغلتها لي هنا في هولندا كانت ب 20 يورو. كنت من اول ما اروح اشتغل مع الراجل يخليني ابدا بالثلاجات، اخلص الثلاجات اغسل حيطان، اخلص الحيطان انظف الجريلات، اخلص الجريلات يقول لي ما فيش حاجه تعملها، اقول له اه، يقول لي روح السوبر ماركت اشتري طلبات وتعالى. اخلص السوبر ماركت يقول لي لو ما فيش حاجه تعملها بقى اطلع اغسل وش المحل من بره. كنا في عز شهر يناير وكانت المايه تلج، وكنت بقول له اوكي. اخلص بقى الليله دي كلها وبعدين يقول لي بقى لو ما فيش حاجه تعملها اطلع عشان في قطط فوق نظف لهم وحط لهم اكل نظيف. ولما اخلص بقى الهري ده كله يقول لي بقى احنا خلاص شطبنا، فاغسل المحل وامسح الارضيات واغسل الحاجات اللي هو كان بيشتغل بيها. ده كله عشان ايه؟ 20 يورو. وكنت راضي، كنت بقول الحمد لله راضي ومبسوط. ليه؟ علشان قبل ما اشتغل الشغلانه دي انا كنت قاعد 4 شهور من غير شغل. 4 شهور من غير شغل يعني معناها انت كل شهر بتستلف عشان تدفع ايجار وعشان تكفي نفسك اكل وشرب. والحمد لله انا مش من الناس اللي كانوا بيدخنوا، فكنت بس مجرد تستلف تاكل وتشرب. كنت كل مره بقول لنفسي امتى اشتغل علشان ارد الفلوس اللي عليا، وامتى اشتغل علشان الواحد ما يبقاش موطي دماغه في الارض وراح يستلف من اي حد. اصعب حاجه على اي حد متغرب ان انت تبقى قاعد من غير شغل وتمد ايدك وتستلف من الناس، حتى لو الناس دولت كانوا اهلك او قرايبك او صحابك. بيبقى اصعب حاجه على البني ادم. فكنت فاهم قيمه ان انا اشتغل ب 20 يورو وما مدش ايدي واقول لحد سلفني. واحد يقول لك يا عم هولندا على ايامك كانت احسن. هي فعلا كانت احسن، كانت الحياه فعلا ارخص من دلوقتي والايجارات كان ارخص من دلوقتي. بس حبيبي المعاناه موجوده سواء جيت من 2011 يعني تقريبا من 14 سنه او انت لسه جاي النهارده. هو انت طالما لسه جاي اوروبا جديد هتعاني من كل حاجه. فاحمد ربنا على اللي انت فيه. طالما ربنا نجاك وجابك من البحر وخلاك ما تموتش، فمعناه ان كاتب لك هنا عيش او كاتب لك هنا رزق. هتاخده امتى بقى الله اعلم، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 10، بس رزقك هتاخده. فاحمد ربنا على اللي انت فيه. وبالمناسبه ما تشتكيش عشان ما حدش مهتم لمعاناتك. اتكلم في المعاناة بتاعتك لما تبقى ناجح وتوصل لحاجة، انما طول ما انت ما عملتش حاجة ما تشتكيش علشان ما حدش هيهتم. انما لو بقيت ناجح في المستقبل وحققت حاجة الناس هتحب تسمع معاناتك، هتحب تشوف انت كنت فين وبقيت فين وتاخدك على سبيل المثال. مثلا حد عمل حاجة، انما طول ما انت ما عملتش حاجة ما تشتكيش، علشان لو اشتكيت لي او اشتكيت لغيري الشكا لغير الله مذلة. صاحب نفسك ترتاح علشان تنجح، وما تشتكيش غير لربنا. ما تفتكرش ان لما تشتكي لاهلك او لصاحبك حد يخفف عنك، ما حدش بيخفف عن حد لان كل واحد عنده حموله. قول لي انت بقى اول شغلانه اشتغلتها في اوروبا كانت ايه او في امريكا، واول مرتب اشتغلت بيه في هولندا او في اوروبا او في امريكا كان كام؟